يلا بينا نعمل احلى فراخ مشويه في الكيس الحراري. هتطلع معاكي شكلها حلو جدا وجوسي كده وطريه من جوه، ونقدر نعمل كمان جنبها شويه خضار. انا كان معايا فرختين غسلاهم كويس، هحط عليهم معلقه صغيره من كل انواع التوابل دي، طماطميه كبيره انا بشراها، ومعلقتين كبار من المستردة، ومعلقتين كبار كده من دبس الرمان، وهنزل عليهم كمان بكوبايه زبادي. تقدري تحطي نص كميه التوابل لو هتعملي فرخه واحده، ونزلت عليهم كده بربع كوبايه خل ومعلقتين كبار من الزيت، وغلفتها كويس قوي في قلب التتبيله بعد ما نقعتها شويه. وبعدين هحطها بقى في الكيس الحراري بعد نص ساعه بس، تقدري تسيبيها كميه اطول، انا كنت مستعجله. وبعدين هشغل الفرن طبعا يسخن، ونزلت كده بمعلقه صغيره من الثوم المفروم على بقيه التتبيله، وحطيتها في قلب الكيس ودخلتها الفرن. قعدت معايا ساعه، طلعت باللون بقى والشكل التحفه اللي انتوا هتشوفوه ده. اعملي جنبها شويه رز، شويه سلطه خضراء. لو الفيديو عجبك لايك وشير للفيديو، ولو انت مش مشتركه في القناه استناكي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان القناه تكبر بيكم. وباي باي.